طبعا مباراة كانت مهمة جدا ومكسب مهم للنادي المصري على حساب حرس الحدود. الماتش كان متأزم شوية لكن قدر النادي المصري بخبراته الكبيرة ان هو يعود للقاء بشكل جيد جدا. ده واحد من احلى ومن اجمل الاهداف اللي موجودة بالنسبة للموسم الحالي، بيوضح وبيبين قد ايه القدرات الفنية اللي موجودة عند اللعيبة، وخصوصا ان اللعيب يكون ذكي ويعرف ازاي ان هو ياخد قرار في الملعب ويبقى عنده سرعة رد فعل، والترابط الكبير اللي موجود ما بين لعيبة نص الملعب وما بين المهاجمين. طبعا زي ما انتم شايفين تحرك عالمي وتحرك نموذجي بداية من مروان حمدي اللي فضل المساحة الكبيرة في عمق الملعب في خط ظهر حرس الحدود عشان يربط معاه بشكل مميز جدا حسين السيد، ونفس الكلام أوتوجا، ويروح في ظهر الناس ويستغل المساحة الفاضية، وراجب عمران يشوفه بشكل كويس ويلعب له الكرة في المساحة والمكان المظبوط بالملي، والراجل يبقى عنده سرعة رد فعل رهيبة. يعني استلم استلامة وشوطة تقريبا أقل من جزء من الثانية. فكان هدف من الأهداف المميزة وكان لازم إن أنا أتكلم عليه بشكل واضح. مبروك للمصري وجماهيره.